سؤالنا النهاردة تكلم عن التكييف في التشريع المصري. يعني ايه؟ بمنتهى البساطة كده، يعني لو حصل نزاع أحد أطرافه عناصر أجنبية، والموضوع ده متعرض على القانون المصري. القانون المصري هيعمل ايه؟ قال لي القانون المصري، القانون القاضي المصري هو اللي بيبحث في الأحكام، والقانون يشوف الموضوع ده هيطبق عليه قانون دولة ايه. تمام؟ يعني مثلا موضوع نزاع على ميراث واتعرض قدام القاضي المصري. القاضي المصري هيشوف القانون المصري بيقول لو القاعدة مثلا متعلقة أو النزاع متعلق بفكرة الميراث، ده القانون المصري هو اللي بيقول خلاص احنا هنطبق القانون الأمريكي. وليكن النزاع بين مثلا واحد مصري وعنده ومات وعنده ورث في أمريكا. فالقانون المصري هيجي الموضوع معروض على القاضي المصري. القاضي المصري هيشوف احنا النزاع حوالين ايه. فكرة الميراث. طيب فكرة الميراث هنا القانون المصري بيحلها ازاي؟ بيقول بيحلها ان احنا نطبق القانون اللي موجود في الورث. يعني احنا هنطبق القانون الامريكي، بس هو بيبحثها كده. طيب ثانيا، مفهوم القانون المصري في شأن التكييف. قال لي أنا عندي القاضي ملتزم بالتكييف. يعني إيه التكييف؟ يعني هو بيشوف النزاع ده بيدور حوالين إيه، عشان أعرف إيه، عشان أروح أشوف القاعدة اللي خاص بيها أو اللي بيعالج فكرة النزاع، وأشوفها هتطبق قانون إيه. تمام؟ ماشي. قال لي أنا القاضي ملزم إن هو يشوف التكييف بتاع النزاع ده إيه، أو فكرة النزاع ده في إيه. طب أنا هطبق قانون إيه؟ طب هو بيشوف الحاجات دي فين؟ بيشوفها في النصوص التشريعية المعروضة، أو لو ملقاش نصوص تشريعية بيشوف المبادئ والأحكام العامة في القانون إيه بتقول إيه. تمام. طب لو ملقاش يشوف نصوص القانون المدني والتجاري، يعني يقعد يدور في كل حاجة في القانون عنده، يشوف هيحل الموضوع ده ازاي او هيطبق قاعدة القانونية ايه. تمام. طب لو في حالة دلوقتي ان الطبيعي في القانون المصري بيقول لو في حالة ان في ورث والورث ده موجود في مكان ما، فالقانون المصري بيقول خلاص انا هطبق القانون اللي فيه الميراث، زي ما احنا لسه قايلين قضية المصري اللي هو مات في مصر ولكن الورث في أمريكا. فالقانون المصري بيقول لا، طبق القانون الأمريكي لأن هناك الورث. تمام. ده الأصل. طب أحيانا بيجي اتفاقية عكس كده خالص. ازاي؟ ممكن يقولك والله انت مصري، احنا بنتفق بين مصر وبين أمريكا لو في حالة ان الميراث عندي طبق قانونك انت. يعني ايه؟ برضو مش فاهم. يعني انا دلوقتي هو احنا لسه ضاربين مثل، قلنا المصري والميراث في امريكا، حصل اتفاقية بين الاتنين، قالك لا ما تطبقش مكان الورث، ما تطبقش القانون الامريكي اللي فيه الورث، ولكن طبق القانون المصري اللي هو قانون جنسية الشخص. ده لو حصل اتفاق. تمام. طب لو حصل اتفاق كده، هطبق النصوص قواعد القانون المصرية ولا هطبق الاتفاق؟ قال لي لا، طبقي الاتفاق الأول. تمام. طيب. طب لو في حالة إن القاضي مش عارف يشوف المسألة دي في أحكام اتفاقية، ولا مش عارف يحل الموضوع، هيعمل التكييف بناء عن إيه؟ قال هيعمل التكييف وفقا لقانون القاضي، لأن قانون القاضي هو الأصل، هو المرجع الأساسي للتكييف. التكييف قلنا يعني يشوف الفكرة دي فكرة إيه، فكرة ميراث ولا فكرة أهلية ولا فكرة نقدر نقول مثلا جنسية. يعني فكرتها إيه؟ ما أنا لازم أفهم فكرتها عشان أجيب لها القاعدة اللي تناسبها. تمام. ده نهاية السؤال، ناخد بالنا منه. نتقابل، نشوفكم على خير في السؤال اللي بعده.